مين بقى ما بيحبش الكنافة؟ أنا عن نفسي بحبها في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، بحبها بكل أشكالها وكل أنواعها، حتى لو سادة، حتى بالمكسرات من غير أي حاجة خالص كده، بموت فيها. أنا النهاردة بقى عملتها نص كنافة بالمانجا والنص التاني كنافة بالفراولة بتوبنج الفراولة اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض. كانت بجد جميلة جدا. عندي بقى نص كيلو من الكنافة، انا كانت في الفريزر عندي وطلعتها كسرتها بالشكل ده. ممكن تحطيها في الكبة تتفرم فرمة كده ايه لغاية ما تبقى بالشكل ده. عندي بقى سمنة بلدي وسمنة الشركات، يعني محطتش بلدي بس ومحطتش شركات بس، قلت يعني ايه تبقى اقتصادية الى حد ما. انا بفضل بقى على النار بقى ونار هادية وافضل اقلب كأني بعمل شعرية عادي جدا، بحمر شعرية وهنعمل رز. فالكنافة نفضل بقى ايه ايدينا فيها منسيبهاش خالص لغاية ما تبقى معانا باللون الحلو الجميل الذهبي. انا حطيت اصلا 4 معالق من السمنة كبار، كانوا 2 بلدي و2 شركات. وبفضل بقى اقلب لغاية ما توصل معايا للون الذهبي، واروح بعد كده نقلاها على طول في اي حاجة تانية بايركس او اي طبق تاني عشان خاطر ما تكملش تحمير، لان لو فضلت في الحلة لونها هيغمق كمان. تمام. انا بقى كده حضرت الكنافة خلاص، والمانجا كانت عندي في الفريزر قطعتها وهي مجمدة كده، قشرتها وبعد كده قطعتها القطع، وده اللي كان في النص كده متبهدل، يعني مش قطعة كويسة يعني. هعمل بقى كمان الكريم شانتيه بتاعي. حطيت سكر ولبن. السكر حطيت معلقتين كبار، واللبن يكون مثلج. حطيت نص كوباية، وحطيت زي ما انتم شايفين الكريم شانتيه، وحطيت معلقتين من الكريم باستري. هقلبهم مع بعض، وبعد كده هضربهم على درجة عالية عشان خاطر نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. زي ما انتي شايفة كده قوامها بقى حلو جدا. حطيت بقى مع كمان معلقتين من القشطة، قشطة وش اللبن او قشطة جايباها من السوبر ماركت اي نوع. حلوة جدا وبتطعم معاكي الكريمة، بتبقى جميلة جدا وطعمها غني جدا. عندي بقى خلاص كل حاجة جاهزة. ده التوبنج الفراولة اللي كنا عاملينه قبل كده، انا بستخدم منه وبشيل الباقي في الفريزر، يعني ده متخزن اصلا. تمام. بحطه كده في علب على حسب الاحتياج اللي انا هحتاجه، يعني الكمية مناسبة، وبحطه في الفريزر. نبدأ بقى نحط الحاجة بتاعتنا بقى في العلبة. حطيت اول حاجة الكريم شانتيه، وبعد كده الكنافة. تمام. وبعد كده هنحط سيرب الكنافة التقيل، عملته قبل كده معاكم، عبارة عن 2 كوباية من السكر قدامها كوباية من المية. عايري بقى زي ما انتي عايزة، بسيبه على النار 5 دقايق. وبعد كده طبعا بكون حاطاله عسل جلوكوز او عسل نحل. بسيبه 5 دقايق، وبعد كده بعصر عليه عصرة ليمونة، وبعد كده بطفي عليه. سيراب الكنافة بيكون تقيل. انا هنا اهوت خليت الكنافة كانت مش سخنة قوي، يعني دافية، وهو كان ساقع. تمام. فلازم يكون في لو الكنافة سخنة يبقى السيرب ساقع او العكس. تمام. عشان تديكي طعم حلو جدا للكنافة، ما تبقاش معجنة قوي وما تبقاش في نفس الوقت ناشفة قوي عليكي، هي كده في الوسط. تمام. يعني بالطريقة دي هتحسي ان انتي بتاكلي الكنافة ناعمة وفي نفس الوقت مقرمشة يعني. بعد كده نحط طبقة من الكريم شانتيه، وبعد الكريم شانتيه بحط بقى المانجا والتوبنج الفراولة. المانجا انا بحط لها معلقتين من السيرب بتاعنا، عشان خاطر هي ما كانتش حلوة قوي، يعني ما كانتش مسكرة قوي، وفي نفس الوقت لما بحط السيرب عليها بحتفظ بلونها. لونها ما بيغمقش، لان انتوا عارفين ان المانجا لونها بيتغير لما بعد ما بتتقشر يعني. تمام. بعد كده بنحط طبقة الكريمة والكنافة بعد كده، يعني هنحط بقى الطبقات لغاية ما نخلص كل حاجة. انا كده خلاص اكتفيت، مش هحط كنافة تاني، لكن لو كانت العلبة اكبر كنت هبدأ ان انا اكمل عشان تبقى طبقات اكتر.
هاعمل بقى على النُص topping الفراولة، طبعًا باكون معلّماه علشان خاطر ما اتلخبطش وابوّظ الدنيا، وباحط كمان قطع المانجا في المكان اللي فيه قطع المانجا. وبعد كده باحط السيرب على المانجا عشان خاطر لونها ما يغمقش. كانت جميلة جدًا ما شاء الله وحلوة أوي. أنصحِك إن أنتِ تجربيها بالطريقة دي هتعجبِك جدًا. والكنافة أنا عن نفسي باكلها في أي وقت، مش لازم شهر رمضان، طبعًا كل سنة وأنتم طيبين، شهر رمضان قرّب وطبعًا هناكل كنافة بما فيه الكفاية إن شاء الله. لكن أنا باعملها دايمًا صيف، شتا، المهم إن دي حاجة حلوة أنا باموت فيها، لازم أعملها لمّا أبقى مشتاقة ليها. بقت بالشكل ده جميلة جدًا، باحتفظ بيها في التلاجة، وباقدّمها بتكون ساقعة، بتبقى جميلة جدًا. طبعًا بتكون الطبقات بقى شربت من بعضها، وأي نوع كنافة بتبقى حلوة تاني يوم، بتبقى جميلة جدًا. بتبقى كل حاجة شربت بقى من بعضها وكله أخد من طعم بعضه، بتبقى جميلة جدًا بجد. جربيها بقى وقولي لي رأيك فيها. أنا بقى لازم آخد الميكس بقى، أعمل الطبق بتاعي ميكس بقى من الاتنين، من الفراولة والمانجا، بجد عشق وجميلة جدًا وناعمة جدًا، والكنافة مقرمشة وفي نفس الوقت إيه، الطعم تحفة بجد. جربيها وهتعجبك، ويا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرًا جدًا ليكم. أتمنى إن انتوا لو شفتوا الفيديو على الفيسبوك يا ريت تعلقي حتى لو بحرف عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.